جالك عريس لبنتك ومحتار تعمل ايه؟ عاوز تعرف العريس ده مناسب ولا لا؟ عاوز تعرف ازاي تتفق معاه؟ عاوز تعرف الدنيا بتمشي ازاي من اول الخطوبه لحد الجواز؟ اوعدك في اخر الفيديو هتبقى عارف كل حاجه ومحدش هيضحك عليك. ركز معايا وهشرح لك نقطه نقطه. اول نقطه، اول ما يجيلك عريس ما تجريش جري تخليه يشوف البنت. العريس ده لازم حضرتك انت تقابله الاول، ويفضل تقابله بره البيت. حضرتك هتقعد معاه تتعرف عليه، تعرف ظروفه ودنيته وشغله، تعرف كل حاجه عنه على قد ما تقدر. هتتعرف على شغله وعلى اخلاقه وعلى ظروفه العامه في الحياه، ولازم انت شخصيا تكون مرتاح له. لو لقيته عريس مش مناسب يبقى ما يشوفش بنتنا، وحضرتك تقفل الكلام على كده وما تقولش للبنت عنه اصلا. طيب لو لقيته مناسب يبقى يشوف البنت. حضرتك اديله ميعاد يجي لك البيت يقعد يشوف البنت. لما يجي يشوف البنت ويقعد معاها مش لازم يجي بقى يلاقي فرح العمده، مش لازم يلاقي عمها وخالها وخالتها ويحس ان هو خلاص فاضل تعلقوا الكهارب وتجيبوا المأذون. كفايه الاب او الاخ مع العريس مع البنت ويقعدوا يتعرفوا على بعض. وخلي بالك القعده دي خطيره جدا، بلاش تضيعها وتمسك انت الحديده وتقعد تتكلم طول القعده يخرجوا هما الاثنين لا عرفوا بعض ولا شافوا بعض. فخلي بالك، ولو قدرتوا تقعدوا بعيد عنهم شويه بحيث تبقوا شايفينهم وما تبقاش خلوه هيبقى حاجه كويسه، لان هما في الوقت ده بيبقوا هما الاثنين مكسوفين. فلازم نديهم فرصتهم ان هما يتعرفوا على بعض كويس ويتكلموا مع بعض شويه حلوين. مهمتنا في المقابله الاولى ان هما يشوفوا بعض، عينيهم تشوف بعض كويس، ويتكلموا مع بعض على قد ما يقدروا باريحيه، ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام وفي الاسئله، في حياتهم، في ظروفهم، ناويين على ايه، شكل حياتهم هيبقى عامل ازاي. وكتير بيحصل الشباب بعد اول قعده نيجي نساله عملت ايه، يقول لك انا لا لحقت اشوفها ولا لحقت اكلمها، والله اهلها خدوا القعده كلهم، ابوها ما سكتش خالص، انا كنت محرج. فاحنا دورنا على قد ما نقدر نديهم فرصه في اول قعده يشوفوا بعض كويس. طيب سواء نتيجه القعده الاولى ايجابيه او سلبيه، حضرتك والد البنت ما بتردش الاول، بنستنى من العريس هو اللي يرد. لو نتيجه القعده عنده سلبيه يبقى خلاص مفيش نصيب وربنا يوفق الاثنين. طب لو نتيجه القعده الاولى ايجابيه، ابوس ايدك ما تتسرعش، بلاش نجري بعد اول قعده نقول يا الحمد لله يلا نقرا الفاتحه. اديهم فرصه يشوفوا بعض مره واثنين وثلاثه تاني. مفيش اي مشكله ان هو يدخل البيت قبل الخطوبه مره واثنين وثلاثه وخمسه، انا ما عنديش مشكله، انا هعمل كده مع بنتي. انا عاوز البنت تطمن قوي للشاب اللي هتقضي معاه بقيه حياتها كلها، فما ينفعش نبني على اول قعده. في حاجات كتير جدا ما بتبانش من اول قعده، وتاني قعده وتالت قعده نتفاجئ بحاجات مختلفه خالص عن اللي احنا خدنا فكره عنها اول قعده. وبرضه هاكد عليكم تاني في القعدات اللي بعد كده، ارجوكوا ادوهم فرصه يتعرفوا على بعض، يتكلموا مع بعض. بلاش حضرتك تاخد القعده كلها لحسابك، بلاش يلاقوا اخواتها كلهم قاعدين والولد هيتكسف يتكلم في اي حاجه. هو مش هيتكلم في حاجه عيب، لكن على الاقل يبقى في فرصه ما يتكسفش هو والبنت الاثنين مكسوفين موت. فاعاد اي حد في وسطهم وبيتكلم معاهم هيحرجهم جدا. نقعد بعيد عنهم شويه ونسيبهم يتعرفوا على بعض واحنا شايفينهم. النقطه الرابعه، الحمد لله قعدوا مره واثنين وثلاثه والولد والبنت مبسوطين ومرتاحين وفي قبول والدنيا تمام، نعمل ايه؟ نقرا الفاتحه على طول؟ لا برضه. هنا يجي دور الاتفاقات. الولد يجيب اهله، يجيب الكبير بتاعه ويجي ونقعد ونتفق، واهله يشهدوا على هذا الاتفاق. هيتجوز فين؟ هيجيب ايه؟ انتوا هتجيبوا ايه؟ الدخله امتى؟ بعد قد ايه؟ الفرح على مين؟ هنعمل ايه في القايمه؟ وهنكتبها ازاي؟ هنعمل ايه في المؤخر؟ كل التفاصيل دي هنقعد ونتكلم فيها قبل قرايه الفاتحه. القعده دلوقتي اتفاق مش قرايه فاتحه، بعد ما نتفق يجي قرايه الفاتحه بعد كده. طيب مين يحضر قعده الاتفاق؟ برضو مش عدد كبير، اهل العريس، اخوه، والده، اي حد كبير في عيلته، وحد من اهل العروسه. مش لازم كل عيله العروسه وكل عيله العريس. القعده دي بتبقى قعده على الضيق بنتفق فيها على كل حاجه. ويفضل ونصيحه مني بعد ما تخلصوا القعده دي اكتبوا ورقه من نسختين، نسخه هنسيبها مع اهل العريس ونسخه مع اهل العروسه، ومش هنمضيها، ورقه فقط بتذكرنا باللي احنا اتفقنا معاه في القعده. وصدقني هتحتاجها وهترجع لها، مع الحرص على عدم التصعيب على بعض، ولا العريس يصعب على اهل العروسه ولا اهل العروسه يصعبوا على العريس. وفي نفس الوقت بلاش تهاون اللي بيخيب العرسان ويحسسهم ان بنتنا رخيصه وان احنا مستغنيين عنها. لا نصعب ولا نستسهل. ارجوك وحذاري تمشي الموضوع بالكلمتين الهبل بتوع التقيل علينا والخفيفه عليكم ومش فارقه وفي بيتها واحنا قرايب. الجو ده بيودي على ايام سودة في اخر الجواز، ياما جوازات باظت بسبب الكلمتين دول. ارجوك بلاش منهم. النقطه اللي بعد كده رقم 5، نعمل ايه في فتره الخطوبه؟ حضرتك هتتفق مع العريس بكل وضوح، هتيجي تشرفنا يا ابن الحلال، تزور بنتنا مره كل اسبوع، مره كل 10 ايام، بالكتير قوي مره كل اسبوعين. لو تبعدت المده اكتر من كده ده غلط جدا، والبنت مش هتلحق تعرفه ولا هو هيلحق يعرفها. بلاش اللي هو بيجي كل شهر وشهر ونص. البنت هتعرفه امتى؟ البنت هتقضي معاه بقيه حياتها كلها، فلازم تتعرف عليه كويس وترغي معاه وتاخد وتدي معاه
معاه. انا عاوز اقول لك كمان ان الافضل ان حضرتك كأب حاول تخلي فيه مرات بره البيت، تتقابلوا في نادي، تتقابلوا في مطعم، تتقابلوا في مكان عام، يتفسحوا مع بعض في وجودك. كل ما يكون في احتكاك مع الشاب ده اكتر ده مفيد للبنت، وتقدر تتعرف فعلا هل هو حد كويس ولا حد وحش. ونصيحتي برضو مش عاوزين الزيارات تبقى مرهقه، بلاش كل ما يجي نعمل غدا، كفايه قوي حاجه يشربها ولا حاجه تقدموها له خفيفه وخلاص. الغدا ده ممكن كل شهر شهرين 3، لكن كل ما يجي نعمل له غدا ده هيبقى فيه ارهاق عليكم ومش هتبقوا حابين اصلا زيارته. ومشاكل كتير بتقابلنا بسبب القصه دي. مش عاوزين فتره الخطوبه تفقد اهميتها وتفقد الهدف المطلوب منها. ومش هوصيكم ان احنا لازم نحافظ على بناتنا، نديهم فرصه يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، ولكن بدون خلوه. ياما عملت الخلوه كوارث، ما ينفعش يخرجوا بره لوحدهم، ما ينفعش يقعدوا في اوضه ويتقفل عليهم باب، كل ده غلط وكل ده بيدمر جوازات كتير. رقم 6 وحاجه مهمه قوي نعملها في فتره الخطوبه، طول فتره الخطوبه عينينا كاهل في وسط راسنا، عينينا على العريس وعلى اهله وعلى كل كلمه وعلى كل موقف يحصل منهم لما يزورونا ولما نزورهم، لان دي فتره تعارف، الاسرتين بيتعرفوا على بعض. هل كل ما طولت فتره الخطوبه الدنيا ما بيننا وما بينهم احسن؟ هل العلاقه بتبقى طيبه اكتر؟ هل بيبقوا مبسوطين اكتر ولا في مشاكل؟ لو في مشاكل كبيره وكتيره نقف ونراجع نفسنا ونراجع كل اللي احنا قلناه قبل كده، ونشوف هل لازم نكمل في الجوازه دي ولا لا. ولو لقينا حاجات بتقول لنا وقفوا نوقف، مش عيب خالص نفشكل الخطوبه، احسن ما نكمل في جوازه ونطلق بعد كده بعيل وعيلين. وعلشان كده قلت لكم في اول الفيديو خليهم يشوفوا بعض مره واثنين وثلاثه قبل الخطوبه، بحيث ان احنا نبقى عرفناهم اكتر وعرفونا اكتر. الحمد لله ربنا تمم على خير والجوازه زي الفل والدنيا تمام. هل دورنا كده كاهل انتهى؟ دورنا لسه موجود ومهم جدا، وده اللي هتعرفوه في الحلقه الجايه. ما تنسوش تتابعونا واعملوا لايك وتعليق كويس لان ده بيفرق كتير مع الفيديوهات.